هو أحمد حجازي هيرجع الأهلي فعلا بمجرد ما يخف من الرباط الصليبي؟ أسئلة كتير ومحدش فاهم إيه الحكاية اللي حصلت مع حجازي في السعودية، وقصة تواصله مع مسؤول الأهلي لعودته من تاني لبيته بعد ما ربنا يشفيه. مصادر مقربة من جوه الأهلي أكدت لينا إن الأهلي فعلا تواصل مع أحمد حجازي بمجرد ما اتأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وتم الاتفاق إنه في حالة رحيله عن اتحاد جدة الأهلي هيقدم له عرض حقيقي. من الناحية التانية حجازي قال لمسؤولي الأهلي: أنا أكيد مرحب بعودتي لبيتي من تاني، لكن لحد دلوقتي أنا لاعب في صفوف اتحاد جدة، وكل اللي بيتقال عن رحيلي من السعودية مجرد كلام، مفيش حاجة رسمي حصلت. ومن ناحية تانية صحيفة الشرق الأوسط السعودية أعلنت إن اتحاد جدة توصل بالفعل لبديل حجازي، وإنه هيكون عبد الإله العمري عشان يدعم خط الدفاع. طبعا كلنا شفنا كم الهجوم الكبير اللي حصل على اتحاد جدة بعد الموقف ده اللي حصل من المسؤولين في النادي السعودي مع حجازي. الجماهير قالت عليهم انهم بالبلدي كده خدوا الواد لحمة ورموه عظمة، وده موقف لا يمكن حد يقبله، خاصة ان حجازي كان قائد للفريق وبمثابة القدوة لكل اللعيبة، وشارك في كل انجازات اتحاد جدة خاصة الموسم الاخير. عموما خلونا نشوف القصة هتوصل لفين مع حجازي. هل فعلا هيكمل في اتحاد جدة ولا هيستغنوا عنه؟ ومن هنا تبقى بداية العودة للأمجاد من تاني في قلعة التتش مع الأهلي، يا رب.